السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا نسور، أهلا بكم على قناتنا وقناتكم أحمد زكريا والنسور الأهلاوية. طبعا القناة بتتشرف إن هي بعد التحديث وتغيير الاسم وتظبيط الاستوديو والحاجات دي كلها إن احنا هنكون معاكم. طبعا يعني قعدت حوالي 15 يوم ما اطلعش على الهوا ولا اعمل حلقات عشان كنا بنظبط الدنيا في القناة، وكان في شوية ظروف كده بنرتبها عشان خاطر كنا بنرتب كمان تأسيس رابطة النسور الأهلاوية اللي بتدعم النادي الأهلي والرياضة المصرية في كل مكان، وإن شاء الله هنكون ورا المنتخب والنادي الأهلي لأي مكان، وكل تغطية كاملة عن كل حاجة تخص النادي الأهلي ومنتخب مصر إن شاء الله. طبعا في أهم حاجة حصلت امبارح، أهم كان ماتش الأهلي واتحاد جدة النهاردة، هزيمة الزمالك امبارح من المصري البورسعيدي. انا ليه بقول حاجه اهم من ماتش الاهلي؟ لان حصل بعد المباراه جوه نادي الزمالك خناقه وتشابك بالايدي، والناس اتلمت وحصل ضرب وخناق وزعيق وحاجات كده. طبعا ده كله حصل بالفيديو، احنا جايبينه لكم عشان خاطر ما حدش يقول ان احنا بنكذب. الحمد لله القناه عندها مصداقيه كامله مع التعامل مع الناس، ان كل اخبارنا وكل الكلام اللي بنقوله حقيقي، لا بنقول اشاعات ولا بنقول ايه يعني مهاترات، لا كل كلامنا حقيقي وبالصور وبالفيديوهات. زي ما قبل كده عملت لكم الفيديو الحصري بتاع سبب هزيمه الاهلي وخروجه من بطوله الدوري الافريقي مع سان داونز، لما كان جبت لكم التمرين واللعيبه كانت عماله تضيع كور كتير. نفس الكلام النهارده، بعد المقدمه اللي هقولها دي اجيب لكم الفيديو تتفرجوا عليه، ويعني ايه الصوره خير دليل وبرهان. احنا مش هنعلق تاني، اكتبوا لنا تعليقاتكم ورايكم ايه في اللي بيحصل في نادي الزمالك، وهل فعلا وجود مرتضى منصور زي ما كان في ناس في الفيديو بتقول يا ريت ولا يوم من ايامك يا مرتضى، هل عوده مرتضى هي الحل للضبط والربط جوه نادي الزمالك، ولا حسين لبيب هيقدر يكمل؟ وهل هزيمه نادي الزمالك من ماتش زي دوت هتعمل ده كله في النادي؟ هل بقى لو كملوا الموسم على كده او وقعوا في الكونفدراليه او حاجه زي كده حصلت، ايه اللي هيكون؟ طبعا انا مش هطول عليكم، بس هشوفكم الفيديو، بس يا ريت تكملوا الفيديو للنهايه لانه فيديو مهم جدا. لان البنت كانت بتصور الفيديو، كان في حد بالعافيه عايز يخليها تقفل الفيديو، ولا اقفل الفيديو اقفل الفيديو، هتنفع قالت له انت مين عشان تخليني اقفل الفيديو اصور براحتي. ففيديو مهم جدا، ويا ريت حضراتكم تتفرجوا على الفيديو للنهايه وتسيبوا لي تعليقاتكم. ومعانا ومعاكم كان احمد زيكو على قناتكم احمد زكريا والنسور الاهلاويه، والفيديو هينزل دلوقتي. السلام عليكم. بصور. انت عايز حاجه؟ انت مالك؟ انت مين عشان تقولي ما تصوريش؟ الامن سايب الخناقه وجاي يقول انت بتصوري انا ما بصوريش.
ده منظر النادي بتاعنا اللي احنا جايبين مجلس اداره منتخب عشان يعمل البهدله دي. خليتوا الاطفال طول يوم من ايامك يا مرتضى يا منصور. فعلا والله يوم ايام. انا كلمتي انا اكيد انا كده اللي بحلم. ده مش عمر ما يكون نادي، عمر ما يكون نادي. احنا وصلنا لقيت شوارع. شاطرة يا أستاذة ما ينفعش يا أستاذة ما ينفعش. ما تشوفنيش انا ما ينفعش، شوف الخناقة. شوف الخناقة.